بعد ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونحط لايك للفيديو، تعالوا نشوف فيديو النهاردة حلو جدا وكمان فكرة عبقرية كده لعلب السمنة. هنسمي الله كده ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وندخل نشوف عملنا الفكرة الحلوة دي ازاي. طبعا احنا بيبقى عندنا علب سمنة كتير، بتكوني مستغنية عنها. طبعا اي علبة سمنة متوفرة عندك، بعد ما بنخلصها كده بنرميها. النهاردة بقى هنعمل فيها فكرة حلوة جدا وهتوفر معاكي وهتوفر عليكي حاجات كتير، وممكن توديها او تديها لولادك يتعلموا منها مثلا التوفير وكده، بدل ما نشتري لهم حصالات من بره. طبعا علبة السمنة بتكون معانا بالشكل ده، بتكون لسه مفضية منها السمنة او السمنة خلصت منها. بنغسلها كده بطريقة حلوة وهوريكي كمان هتغسليها ازاي. وهنظبطها مع بعض كده، فكرة حلوة جدا. تابعي معايا الفيديو للآخر وانت هتشوفي هنعملها ازاي. طبعا دي علب السمنة بتاعتنا اهي، زي ما انتوا شايفينها كده. بعد ما صفيتها كده على البوتاجاز خلاص ما خليتش فيها اي سمنة. انا هسخن كده شوية مية واعصر فيهم ليمونة بس مش اكتر من كده وشوية ملح، وهسيبهم يغلوا جامد على النار. وبعد كده هجيب المية السخنة بالليمون بالملح وهفضيها كده في قلب العلب زي ما انتوا شايفين اهو. المية بتغلي بالليمون طبعا وبالملح، خلاص مش هتخلي في العلبة اي دهون او اي سمنة متبقية. وكمان الغطيان هننقعها في المية دي وهنغسلها مع بعض بطريقة حلوة جدا بتخليها بتبرق بإذن الله. شايفين غسلتهم بالطريقة دي وشايفين بقوا نضاف معانا ازاي. طبعا الغطا طبعا كمان اتغسل في المية اللي هي بليمون وبملح، بقوا معانا نضاف جدا زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بتجيبي اي حاجة بقى عندك تقيلة تدقي بيها الجنب بتاع العلبة، لان بيبقى ممكن يعور ايدك وانت بتحط الفلوس او بتشيليها. فكده بقى تضمني ان هي العلبة كلها تبقى مستوية بسوى واحد، وتبقى حلوة معاكي وما يخرجش منها اي بروز، علشان خاطر طبعا ما تجرحش ايدينا وكده. خلاص كده انا دقدقت العلبة من فوق بايد الهون او باي حاجة تقيلة ممكن تدقيها، وبعد كده هتبقى معانا بالشكل ده. مفيش اي حاجة بارزة منها. الحرف احنا عملناه خلاص دقيناه زي ما انتوا شايفين، والعلبة معانا مغسولة اهي زي الفل. بقت معانا نظيفة جدا وفكرة حلوة قوي. طبعا بيتبقى مننا فلوس فضية كتير من اي حاجة بنشتريها، فبتكون فكرة حلوة جدا. طبعا بعد ما عملت الحرف زي ما قلت لكم دقيت الحرف علشان ما يبقاش يعور ايدينا وكده. والغطا طبعا معانا نضيف اهو زي الفل، والعلبة معانا. هنعمل دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده معانا اي فلوس فضية. هنجيب جنيه كده ونعلم على غطا العلبة بعد ما اتغسلت كده ونشفناها وبقت زي الفل معانا. وهنفتح فتحة كده صغيرة بالسكينة علشان خاطر ندخل منها الفلوس الفضية. شايفين انا علمت كده بالجنيه علشان خاطر نفتح فتحة كده على قد الجنيه بالظبط، ما يبقاش فيه يعني فتحة كبيرة، علشان خاطر نستغل بقى العلبة السمنة في الفكرة الحلوة دي. بس كده دي بتكون الفتحة بتاعتنا على قد الجنيه بالظبط اهو زي ما انتوا شايفين. بس كده وبندخل بقى الفلوس الفضية زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. اي فضية معاكي هتحطيها بقى في قلب العلبة كده زي ما انت شايفة. فكرة حلوة جدا يا جماعة والله، طبقوها او ادوها مثلا لولادكم يشيلوا فيها الفضية كده او يعملوها حصالة، او انت حتى تشيلي فيها اي فلوس انت محتاجاها. هتلاقيها كده تحتاجيها في اي وقت تخرجيها. بس هي فكرة كده حلوة والسلام يعني. قلنا بدل ما نرمي علب السمنة دي نستغلها في اي حاجة. نفس اللي عملناه في العلبة دي طبعا في اي علبة تانية ممكن تعمليه. انا النهاردة عملت علبة السمنة بتاعت روابي وعلبة سمنة جنة، كانوا عندي الاتنين فاضيين فعملتهم معاكم بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. ودي كانت الفكرة بتاعتنا النهاردة لعلب السمنة. يا ريت ما ترميهاش، بتبقى حصالة حلوة جدا اهي شايفين. نظيفة وهتاخد فلوس كتير جدا يعني غير اي حصالة طبعا تانية. بدل ما نرمي علب السمنة دي ممكن تستغليها زي انا ما استغلتها كده. طبعا نفس العلبة دي عملت العلبة التانية نفس الفتحة برضو، عملتها بنفس الطريقة اللي عملنا بيها العلبة الأولى. فطبعا ممكن تعمليها على أي فكرة عندك، على أي علبة عندك بتطبقي نفس الموضوع.
هعمل نفس الفتحة ونحط فيها برضو الفضية زي ما انتوا شايفين كده. نفس اللي عملناه بالظبط. بس كده كانت الفكرة بتاعتنا النهاردة. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، وتكون فكره حلوه كده لحصاله في البيت او لحصاله لاولادك. ونستغل كده فيها علب السمنه الكتير اللي احنا بنرميها كل شويه. طبعا اهي الفكره قدامكم، عملتها على علبة وعلبة كمان علشان خاطر لو عندك دي او دي بتكون فكرة حلوة جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واللي اول مرة يشوف قناتي، انا قناة اسرار الطبخ مع رحمة. اللي مش مشترك عندي ياريت يشترك ويفعل الرن علشان يوصلكم مني كل جديد. ما تنسوش اللايك للفيديو، والسلام عليكم.